السلام عليكم، مرحبا بكم مع وصفات ملكة الطبخ. اليوم نحضروا مع بعض لوبيا ماشطو بالبصل والطماطيش. رافقتها مع خبز الطاجين والفلفل الحار، تحبوه مقلي ولا مشوي كيما حبيتو. درتلو شويه تاع الخل لاخاطش حار بزاف وباش ما يضرناش في الاستوما، وراح يزيد لنا في البنه. تفضلوا معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. عندي حبات بصل بعد ما قشرتهم وشللتهم مليح، قطعتهم رقاق كيما راكم تشوفوا. لازم نقطعوه رقيق باش يذوب لنا بالخف، لو كان نقطعوه خشن يقعد لنا يابس. بعد ما قطعته رقيق كيما راكم تشوفوا، نديرلو شويه تاع الزيت، نضيف الملح، نزيد قطره ماء باش كي نحط فوق النار القدره ما تشيطناش. نخلط مليح ونحط النجره فوق النار ونغطيها. عندي حبه طماطيش نكرطها مليح بالموس باش القشره تسهل لنا كي نكونوا نحيو فيها. نقعد نكرط ونعاود حتى تطير القشره، نحيها جاتنا سهله باش تتنحى كيما راكم تشوفوا. بعد ما قشرناها نقطعوها. هذيك القلب الابيض كاع نحيوه ما نخليوهش خاطش يابس. نبدا نقطع فيها رقيقه. انا جاتني يابسه شويه حنسكرفجها. بعد ما سكرفجها نحطها بجهه وروح نقي لوبيا ماشطو. البصل بعد ما بدا يذبال كيما راكم تشوفوا فيه، نغطيه ونخليه يكمل طيابه. عندي لوبيا ماشطو بعد ما شللتها مليح، نقيها ونقسم الحبه على زوج. لوبيا ماشطو ما نكثروش بزاف على حسب الكميه تاع البصل اللي عندنا. انا مش حنكمل الكميه كامل، ندير غير واش نسحق. نجيب الكسكاس ونديرها لداخل، نديرلها رشه تاع الملح، نهزها مليح باش يدخل الملح فيها ونحطها تفور. البصل بعد ما ذبال ما لازمش يذبال لنا بزاف، لازم يبقى شاد روحه. نضيف طماطيش، انا ما نكملهاش كامل خاطر حاسه بلي بزاف ونخاف تجيني قارصه. بعد ما خلطت مليح زيد شي عكري، درسه الحاره على حساب الذوق، والدرسه الحلوه اللي هي الطرشي الاحمر. نخلط مليح. نضيف غير قطره تاع الماء، ما نكثرش غير شويه. انا نغطيها ونخليها تكمل طيابها. لوبيا ماشطو بعد ما فارت والبصل طاب، نخلطهم مع بعضاهم. نزيد قطره ماء، ما نكثرش غير شويه. اذا كان فيها لاصوص ما نزيدوش الماء. نغطيها ونقص النار ونخليها تتجمر وتتشرب الحرج. لوبيا ماشطو راهي تجمرت، لازم يبقى فيها شويه لاصوص ماشي حتى ما تشربش الماء كامل باش نلقاو واش نغمسو. لوبيا ماشطو راهي واجده كيما راكم تشوفوا، جات الله يبارك تشهي وريحتها راهي الله يبارك مع الفلفل الحار. لازم لها الفلفل الحار باش تزيد في البنه مع خبز الطاجين. شهيتكم في الجنه ونتلاقاو فيديو الجاي ان شاء الله.